الحصناء التي رصد 11 مليون دولار لقتلها. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت رصد تنظيم داعش لعناصره في أوروبا مكافأة مالية قدرها مليون دولار مقابل قتل فتاة دنماركية قاتلت ضده في صفوف تنظيمات كردية مساحة بسوريا والعراق. وعادت قصة الفتاة الدنماركية التي أصبحت مشهورة ومحل اهتمام عالمي جوانا بيليني 22 عاما إلى الأضواء مجددا في أوروبا بعدما عادت إلى بلد إقامتها في الدنمارك وسط استقبال حافل رغم أنها ستواجه عقوبة السجن 6 أشهر لانتهاكها حظر السفر، حيث تحظر حكومة بلادها مواطنيها من السفر للقتال على أي جبهة أجنبية بغض النظر عن الموقف السياسي، وهددت بمنع سفر من يتحدى القرار ومصادر جواز سفره. وقالت جوانا في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن قتال التنظيم المتطرف لم يكن صعبا، موضحة أن رغبة المتطرفين في الموت هي سبب خوف البعض من مواجهتهم. ونت جوانا شهرتها عندما ظهرت في صفوف مقاتلي جماعات الدفاع الشعب الكردية السورية التي تقاتل داعش في المدينة الكردية عين العربي كوباني في شمال سوريا قبل أن تنتقل لقتال داعش إلى الجبهة العراقية، حيث ظهرت مع قوات البيوشميرك العراقية في الصفوف الأولى لقتال التنظيم المتطرف. وقامت السلطات الدنماركية بمصادرة جواز سفرها وتحويلها للمحاكمة السرية في 20 ديسمبر الجاري، حيث تواجه عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، وذلك أثناء عودتها للدنمارك لقضاء إجازة قصيرة مع عائلتها. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة لكي يصلك كل جديد.